ملعون ابو الريتش والترند اللي جنوا الناس. يا جماعه، انا مش قادره اتخيل ده جمهور النادي الاهلي. دول جمهور النادي الاهلي. معقوله الناس اللي معلقه المشانق للشناوي دول جمهور النادي الاهلي؟ يا جماعه، فرق كبير قوي بين انك تنتقد وتقل ادبك. يعني فرق كبير ان انا انتقد الشناوي وانتقد اي حد في الدنيا. فرق كبير بين النقد وقله الادب والتجاوز. شويه اراجوزات على بهلوانات بيطلعوا عشان يعملوا ترند وياخدوا الريتش والفيلم ده ويقدموا لنفسهم للاعلام اللي كاره للنادي الاهلي. احنا موجودين اهو عشان الاعلام الفلاني والاصفراوي الفلاني والكياد الفلاني وال الشركات الانتاج اللي هي بتكره الاهلي والبرامج والقنوات اللي كارهه النادي الاهلي تجيب البهوات دول. خلاص، طب دول في داهيه، في 60 داهيه، يروحوا مطرح ما يروحوا. جمهور النادي الاهلي الواعي الفاهم فين؟ يعني انا ماليش. طب دول بيكسبوا عمالين يعملوا شويه بهلوانات، على بقول لكم على اراجوزات كده بيتنططوا ويعملوا عشان يطلعوا في الاعلام ويعملوا ريتش. وما طلعوش في الاعلام اهو يا سيدي بيقدموا محتوى زباله كده يقعدوا يتنططوا بيه وبتاع ويكسبوا منه فلوس. اوكي، جمهور الاهلي نفسه فين؟ جمهور الاهلي ماشي وراهم ليه؟ اوعوا تفتكروا انها تقف على الشناوي. لا 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 لا. ده النهارده الشناوي، بكره مصطفى شوبير، بعده تريزيجيه، بعده زيزو. مش هنخلص. كل لاعب مستواه هينزل شويه او هيحصل عنده كبوه او حاجه، اذبح، اشتم، اتكلم عن النادي، ضيع النادي. كل ما يحصل حاجه اقعد بقى اشتم بقى. ايه ده؟ ايه التريقه غير الطبيعيه اللي بتحصل؟ عشان عيب يا جماعه، انتوا مش بني ادمين. ومع كل بقى حدث يحصل مثلا اللاعب يتوفى، يا الله بقى على، يا سلام على الايمان والتقوى والسبحه اللي بقت في الايد. والناس بقى إيه يا جماعة، واحنا لازم ناخد بالنا وما نقصوش ما نقصوش على حد علشان لو لا قدر الله جرى له حاجة مش عارفة ايه. تقوى وإيمان. يا سلام. أول ما نعدي يوم ولا يومين ولا 3 نرجع نخبط في الناس ونضربهم. ايه ده؟ موضوع غير طبيعي. وانا اللي مجنني ايه جمهور الاهلي الجديد ده؟ انتوا ازاي يا جماعه ماشيين ورا الموضوع ده؟ ما تنتقد يا سيدي الشناوي، ما تنتقد. طالب بان الشناوي يقعد فتره او يريح، يعني نقول استراحه محارب شويه، يعني يبعد شويه عن الماتشات حتى عشان الضغط النفسي. ده الشناوي اللي كان فولاذي وبيستحمل اي حاجه، مهزوز بقى، خايف. تحس ان هو يعني الشناوي بقى بيخاف يعمل اي حاجه، بيخاف يطلع على اي كوره، خايف من الجمهور. احنا ازاي وصلنا لكده؟ ايه الرعب ده؟ فيعني هو الجمهور، لا انا مش قادره اتخيل الجمهور ماشي ورا الناس دي بصراحه. يا شيخ ملعون الريتش يا شيخ. لا، جمهور الاهلي هو اللي مضايقني. انا مش مضايقني ان الاراجوزات والبهلوانات دول مش فارقين معايا. انا جمهور الاهلي هو اللي مضايقني بصراحه. يا سيدي ما خلاص نطالب يا جماعه. هو انت احنا خلاص الضغط على الشناوي بقى فوق الطبيعي، فالراجل فعلا فقد ثقته بنفسه. ماشي، انما اوعى تمشي وراهم يا جمهور اكتر من كده. ده هيقضوا لك على لعيب. هم عرفوا كويس قوي الاعلام الابيض اللي هو بيجيب الناس دي، عارف ازاي يوجههم وازاي يشغلهم، وهم عرفوا يرضوا الاعلام الابيض ده ازاي. ف ورحت انت ماشي وراهم. بقى الجمهور ماشي ورا شويه الناس الهبيده دي. انما انا بقولها لكم مش هتقف والله العظيم على الشناوي، على كله. وضرب في الاداره وضرب في الصفقات وضرب في مش عارف ايه ده. طب ما انا انتقدت امبارح، انتقدت لعيبه من اللي لسه جايه وبتاع. ماشي ننتقد، اشتم ليه؟ اقل ادبي ليه؟ ايه الحلو من قليل الادب؟ ايه الحلو ان انا اطلع لعيبه عندي مسرح؟ ايه الحلو ان انا احوله لانه يبقى فرجه من ده ومن ده؟ ليه؟ لا لا لا، احنا اتغيرنا. الناس بقت مخيفه. الجمهور الاهلي الجديد مع السوشيال ميديا الجداد، الناس دول بقت السوشيال ميديا بقت صعبه، والجمهور الجديد بقى مرعب، يخوف. انا بقول الكلام ده لا فارق معايا مين يطلع يشتم، مين يشغل عليا شويه العيال اللي مشغلهم تحت ايديه دول يدخلوا يشتموا زي ما عملت قبل كده وانتقدت حد منهم كده، فراح مشغل عليا شويه ناس كده يقلوا ادبهم. ما تفرقش، مش فارق معايا. انا مفرقش معايا الا النادي الاهلي. انا مفرقش معايا الا الاهلي ومصلحه النادي الاهلي بس.
اي حد في الدنيا دي ما يفرقش معايا، لا يفرق معايا بقى مين يقول ايه ورأي مين على نيفين ايه، ما يفرقش الكلام ده معايا خالص. انا النادي الاهلي بس اللي يفرق معايا. ربنا يهديكم بجد، ربنا يهديكم او يخلصنا منكم، يعني يهديكم او يخلصنا منكم. حسبي الله ونعم الوكيل فعلا في اللي يقعد يأذي بني ادم نفسيا بشكل ويدمره وينسى كل تاريخه وينسى كل الحلو اللي عمله وينسى كل حاجه كويسه ويدمر بني ادم. انتوا بجد بقيتوا غير طبيعيين، ربنا يرحمنا منكم.